سلام البنات، مساء الخير، مساء النور، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى خير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو طليت عليكم فيديو جديده ان شاء الله يا ربي ما نكونش غبت عليكم بزاف. راني ساعه ونشارك معكم في لي ستوري، سيرتو في الانستغرام راني تقريبا يوميا. اللي ما هيش ابوني معايا ولا ما هيش متابعتي في الانستغرام راكي تراطي حبيبتي. المهم الانستغرام تاعي هذا هو على الشاشه وذ ام تسنيم، رايحه تشوفي يومياتي تقريبا اللي تحب تشوف يومياتي طبعا. وندخلوا في لا فيديو تاعنا الصباح. كيما شفتوا صبحت تمام، صوت تاعي راكم تسمعوا فيه يعني شويه مازلت لحد الان راني نعاني من تغيير الجو كلش. راكم على بالكم انا حكيت لكم في لا فيديو اللي فاتت راني ذوك نعاني. المهم يا البنات نوضت الصباح درت الحليب الله الله وشربت هذا الدواء اللي شويه موتيفاني، وكانت زاد جات العين فاخذتكم يعني لازم تنوض للدنيا. كنت خاطيه الدار يعني ما كنتش في الدار هذوك الايامات طبعا، اكيد تتغبر وتوسخ وكلش. كي جات العين استغليت الفرصه وبديت وكلت على ربي. سمحوا لي في الخلفيه تاعنا راها دايره حاله ما كان حتى وقت اللي نقدر نمونطي لكم فيه لا فيديو، باسكو كل مره كيفاه يعني مازال ما تريقل لهاش النوم تاعها. مهم يا البنات كنت بديت بالقش كيما شفتوا. مم لا ماشين ثاني راها مغبره، راها في حاله لازم الزوج الكريم راني نستناه في الويكاند هو اللي نقي لي لا ماشين بيان كوم يلفو باسكو خدمته. ولا حبيتوا يعني بارطاجي معكم ان شاء الله اكيد نشارك معكم، ما كان حتى اشكال يعني. المهم كيما راكم تشوفوا في لا فيديو في تحفيز الطاقه الايجابيه الرغاوي النشاط. نقول لكم يعني هذا لا فيديو اللي شتيه وما نفتيش لدارك الله الله ما تسماش صافي فيك انت البروبليم ماشي في لا فيديو. فوالا يا البنات المهم نحب نبارطاجي معاكم نشارك معاكم هكذا مقتطفات باش يحفزوكم وينشطوكم كأي مرأة جزائرية، كأي أم تعاني يجيها الفشلة، يجيها الاكتئاب، يجيها انه ما تحبش تقضي شغلها، الدار تحس هاك شغل ثقيلة ما على باليش كيف. المهم يعني اي وحده راهي تحس واش راني نقول انايا ولا راها تفهم واش راني نقول انايا. هنايا كيما شفتوا بديت بالارفراير والكافيتير كيما تعرفوا باللي عند الطاقه واي حاجه اي غبار اي حاجه يولوا ما يشافوش معاهم نوار ولا ليفي نوار. باش نقول لكم يعني واقفه عليهم شو نقول لكم يعني لا اله الا محمد رسول الله ربي قدرنا وصاي. كنت حكمتهم فورس اكسبيرت كيما شفتوا ورغيتهم برت قلبي يا البنات. شوفوا مع العينه وشو نقول لكم يعني هذيك الطاقه السلبيه كامل تروح. فوالا هنايا شوفوا الحاله بدات الحاله الله الله تحلالي وكلش. كنت ثاني غسلت مام هذا لي طاجر اللي ندير فيه لي شوب تاوعي والكافي وكلش. هاي تهدر معاكم راكم تسمعوا فيها. جيت نطلع على خالاتي مامي. المهم يا البنات ربي يحفظها وربي يحفظ لكم وليداتكم، واللي ما عندوش الذريه ان شاء الله ربي يرزقك ذريه صالحه ان شاء الله في القريب العاجل. هنايا كيما شفتوا يا البنات بعد ما كملت هذيك الكوتي، شوفوا راني نقضي بالكوتي يعني نقضي بالجهه. بعد ما كملت هذيك الجهه رحت اتاكيت الماعن كانوا عندي تاع الفطور وكلش وزدت طيب ثاني الغدا صافي لميتهم كامل مع بعضهم ودرت لهم رغوه بيان وكنت غسلتهم كيما شفتوا فحفحتهم. ومن بعد وليت رجعت الالفراير تاعي بعد ما درت لها البرودوي خليتها تنخد شويه باش تجيني فاسيلمون في النقه نتاعها. كنت نقيتها ومن بعد عاود درت لها رغوه واحده اخرى بالايزيز وجات يعني خرجت تشعل الشعير فوالا كما شفتوا. وهنايا راح حبيت نرجع الحوايج وفي نفس الوقت نبدل شويه ديكور. ما كان حتى ديكور اللي نقدر نبدلو غير هكذا كل مره يعني نقص حاجات وندير حاجات راكم تعرفوا على يعني شويه لتغيير النفسيه. فوالا هذه هي البنات كان الهواء البرود وش نقول لكم يعني جو ما شاء الله. فوالا بعد ما نقيت الكوزينه وكلش حلات لي على حاجه حلوه يا البنات. حبيت ندير بسبوسه بوصفات اقتصاديه وبزاف بنينه وتجي شيشه تقول ماكم تاكلوا في البسبوسه. فيها حبه تاع بيض، فيها كاس الى ربع زيت، كاس الى ربع حليب، كاس الى ربع سكر، مغرفه تاع افاني ولا لافاني، قرصه تاع الملح ومغرفه تاع نوات كوكو. فوالا نورمالمون هذا مكان وبشور تاع القارص.
وكاس تاع الدقيق كما شفتوا هكذا يكون متوسط، ومغرفه تاع الفرينه، وتخلطوا مليح مع باكي تاع خميره كيميائيه. ومن بعد تخلوه ذاك الخليط يرتاح لكم واحد 5 دقائق ولا، ومن بعد تفرغوه في البلاطو كنت دهنته بالزيت ودرت له الدقيق هكذا شويه ولا تشيشه، وفرغت البلا تاعي. وكما شفتوا راني نعاني ذو الايامات الكويزينير تاعي راها خاسره صافي شويه تحرقت لي من تحت، مي جات بزاف بنينه. كنت شربتها ثاني شاربه، درت لها كاس ونص تاع سكر مع 3 كيسان ماء، ورحت نفحت لي كما شفتوا الكافيتير كي تشوفيها نقيه الله تنفح لك على كاس قهوه. وش نقول لك يعني طلع المورال، راني تبليت بها هذو الايامات والله يعني عدت كل ما نشربهاش راسي يولي يسطر يا البنات. هنايا كيما حبيت نشارك معكم ذا المقطع باه اي وحده اللي مازالت ما شربتش القهوه تنوض تشرب القهوه. الله المهم يا البنات حبيباتي، اي حاجه شهيتكم في الجنه ان شاء الله. هنايا نفرغ القهوه تاعي دوك راني نشوف لا فيديو راني عاودت تشهيتها من دار جديد. دوك نروح ندير فنجان، قلت لكم راني تبليت بها بليه الله لا يشوفها المؤمن. عدت نشربها الصباح ونشربها وقت بعد الغداء، وعدت نشربها وقت العصر وفي الليل ثاني، يعني كارثه وخلاص. القهوه راها مش مليحه بزاف، مي راني نحاول نرجع لحالتي الطبيعيه يعني نحاول انه ما نشربهاش بزاف، خاطرك ليه حسيت روحي بها لي نفطن، وكون ما تكونش هي يبدا راسي يوجعني، يبدا شغل ما عرف واحد الحاله هكذا نصفى لها لا يحسن العوان وصاي. هنايا كانت ناضت تالينو، كنت رضعتها درت لها التواليت تاعها، من بعدها رحت قعدت نخمم في العشاء واش ندير يا البنات. كانوا عندي جناحتين كنت نقيتهم كما شفتوا، درت لهم لي زيبيس، درت مغرفه تاع العسل، كزبر، ملح وطماطيش تاع البايض، مغرفه تاع الهريسه، توابل تاع الشاورما، فلفل كحل وفلفل حار وفلفل حمار، كنت خلطتهم مليح هكذا مع شويه ثاني زيت. شني هذه لاصوص تجي بزاف بنينه فوالا. ان شاء الله راكم حاطين معايا في لاصوص واش درت، وكنت حكمت درتهم كامل يعني في لاصوص هذه. درت الجناحتين تاوعي عفوا، ومن بعد درتهم في الاير فراير يطيبوا ولا يتقلاو هما يطيبوا بيان، يعني كديري لهم بروغرام تاع الدجاج يتحمر يطيبوا ثاني عسل. سيرتو كديروا لهم لاصوص تاع مغرفه عسل، شوفوا يجوا محم يا البنات ما ديروش عليا، يجوا حميمرين ويجوا بنان ويجوا معسلين، يجوا كيسع برا فهمتوني. المهم راني نشارك معكم لي زيبيس واش راني ندير كيما قلت لكم يا البنات. ومن بعد نحكم بطاطا كنت قطعتها هكذا براج طوال، وكنت درتها في الماء والملح وخليتها تغلي مليح ومن بعد رجعتها في لي زيبيس. خليت شويه تاع لي زيبيس في تاع الدجاج، درت لهم ثاني زعيتره ما تنساوهاش. شوفوا تجي عسل هذه الاكله وسهله وما تشدلكش اليد وما كان له تقعدي في الكوزينه سخانه عليك بزاف. ضربيها لهم اكله كيما هكذا مع قدامها شويه سلطه خفيفه وتجي الماكله عسل كيما قلت لكم. هنايا كنت فرشت الارفراير تاعي بالالومنيوم ودوزنت هذو الجناحتين تاوعي كما تشوفوا، وكنت ستفتهم كامل كما راكم تشوفوا هكذا في الارفراير. قلت لكم والله غير وصفه هايله وما تقعدوش بزاف في الكوزينه مع السخانه وكلش. سمحوا لي تالين كانت حابه ترقد كما قلت لكم هكذا. البطاطا بعد ما غليت وكلش عاود درتها في لاصوص هذيك اللي درتها في الدجاج وتجي بنينه شهيتكم في الجنه. وجربوها يا البنات وخلوا لي في لي كومونتير، ولا غير سهله وبنينه. شوفوا ديك البطاطا تجي معسله تجي طايبه الله حميمره، الدجاج ثاني يعني ترافقوها غير مع هكذا شويه صالاد فاغي ولا حاجه هكذا بارده معاها، والله كانه راكم تاكلوا برا وندي غير راكم تاكلوا برا. يعني وصفه ننصحكم تجربوها. واذا حبيتوا هذا النوع من الفيديوهات انه نشارك معكم وصفات وكلش قولوا لي، رايحه نشارك معكم ان شاء الله بزاف وصفات راهم في بالي، وهكذا ندو افكار من بعضنا
ونحفزوا بعضنا. هذا ما كان. اكيد هذه الوصفه كنت درت معها رخصات الله. ابخي العشاء كنت خرجت شريت هكذا كالكو زاشا منهم حوايج تاع التنظيف وهما الاولويه عندي، كانوا خلاصوا لي. كنت ثاني شريت شويه هكذا خضره كان جابها الزوج ما شريتهاش انايا. وفوالا ان شاء الله الفيديو هذا كان خفيف ظريف على قلوبكم، كنتوا تحفزوا لي لو كان شويه، ما تبخلوش عليا بالجيم ولي كومونتير واشتركوا في القناه الا نتوما ماكش مشتركين، ونقول لكم نحبكم واستنوني في الفيديوهات الجايه. سمحوا لي الفيديو راه اكثريه راه مع تالين مي كون ما نمونطي لكمش الفيديو دوكا اكيد راح يزيد نقعد نغيب عليكم. هي رايحه حبيت نشارك معكم هكذا تفاصيلي العاديه طبيعيه الغير متصنعه. فوالا يا البنات، نقول لكم نحبكم واستنوني في الفيديو الجديد ان شاء الله. في امان الله، سلام.